هكلمكم النهارده عن حاجه اتسالت عنها، وهي الفينيرز او عدسات الاسنان او قشور السيراميك. وانا سبق اتكلمت عنها بصوره سريعه، بس النهارده هتكلم بتفاصيل اكتر وهنقارنها بالكومبوزيت فيسنج او اللي هي الاوجه التجميليه بالكومبوزيت. خلينا في الاول نكون متفقين ان احنا لما نحافظ على اسناننا الطبيعيه من غير ما نعمل اي تدخل تجميلي غير ضروري، زي ان انت لو عندك مشكله في اسنانك الاماميه وممكن تتحل بحشوه او بتبييض، هيكون افضل بكتير من انك تبرد سطح الاسنان وتركب عليها تركيبات صناعيه. في الاول هنتكلم عن اوجه الكومبوزيت التجميليه، وفي الحل ده احنا بننظف الجزء المتضرر من السن او بنرمم سطح السن المكسور من غير ما نشيل اي حاجه من سطح السن السليم، وده يعتبر حل اقتصادي وبسيط وبيخلص في جلسه واحده. وهوريك الحاله دي، والشخص ده كان بيعاني من 3 أو 4 اسنان اماميه فيهم تسوسات. الطبيب قدر ان هو ينظف الجزء المتضرر فقط من غير ما يبرد اي حاجه من سطح الاسنان، وقدر يرمم الاسنان ويرجعها لشكلها الطبيعي قبل التسوس. دي حاله ثانيه برضو المريض كان بيعاني من تلون في الاسنان الاماميه وتغيير في شكل الاسنان الاماميه، قدر الدكتور ان هو يعدل الاسنان ويرجعها لشكلها الجمالي بحشوات الكومبوزيت فقط. ايه مميزات الحشوات التجميليه دي؟ مميزاتها واهم ميزه انها تعتبر حل اقتصادي وبيرجع الاسنان لشكلها الطبيعي وبتديك شكل جمالي، خصوصا مع تقدم تقنيات الكومبوزيت. تاني حاجه ان هي مش بتضطر انك تبرد اي حاجه من السن السليم، وانما بتحافظ على اكبر قدر ممكن من اجزاء السن السليمه. ايه عيوبها؟ عيوبها ان انت بتضطر انك تراجع طبيب الاسنان كل 6 إلى 9 شهور عشان يعمل لك تلميع للحشوات دي، لان انت لو اهملت الموضوع ده بعد سنه او سنتين الحشوات هيبدا لونها يتغير، وقتها هتضطر انك تعملها من اول وجديد. تاني عيب ان هي لازم تتعمل عند دكتور شاطر باحدث تقنيات الكومبوزيت عشان توصل لافضل نتيجه، لان انت لو ما عملتش كده هتكون نتيجتها غير مرضيه ليك. بعد كده هنتكلم عن الفينيرز اللي هو موضوعنا النهارده، خصوصا ان بقى في اطباء اسنان كتير بيقترحوها على مرضاهم عشان يعملوا تجميل لاسنانهم. ايه مميزات الفينيرز؟ الفينيرز هي تعتبر الحل المثالي لتجميل الاسنان، وده لان هي بتديك الابتسامه المثاليه. تاني حاجه انها بتحافظ على لونها طول الوقت. ثالث حاجه انها ممكن تعدل في شكل الاسنان، يعني انت لو عندك شكل الاسنان مش متناسق مع بعضها، الفينيرز هتقدر تعدل لك شكل الاسنان بشكل اكثر تناسقا واكثر جمالا. هتعتبر الحل المثالي للناس اللي عندهم تصبغات شديده زي المدخنين، او الناس اللي عندهم تصبغات في لون اسنانهم الطبيعي زي الناس اللي بتعاني من الفلوروزز، او الناس اللي عندها تتراسايكل ستيننج وسبق واتكلمنا عنهم. يعتبر الحل المثالي لهم هو الفينيرز. ايه عيوب الفينيرز؟ اكبر واهم عيب في الفينيرز انها تعتبر غاليه ومكلفه، وده لان الطبيب بيستخدم فيها تقنيات وخامات غاليه. تاني حاجه ان الطبيب لازم يبرد جزء من سطح مينا الاسنان عشان يدي مساحه للفينيرز ان هو تغطي سطح السن من غير ما تحس بتقدم للاسنان الاماميه. برضو لازم تتعامل معاها برفق وبلطف، وما تاكلش عليها حاجات ناشفه جدا، لان هي في الاول وفي الاخر عباره عن قشور رقيقه بنغطي بيها سطح الاسنان معرضه للكسر او معرضه انها تفك وتقع من مكانها، عشان هي بتكون مثبته وملزوقه على سطح الاسنان الخارجي. وكذلك لازم تتعمل بدقه عند طبيب الاسنان، وكذلك المعمل لازم يعملها بالصوره الصحيحه وباللون الجمالي الطبيعي للاسنان، مش بلون اصطناعي او ابيض زياده عن اللزوم. في الاخر هتكلم عن الناس اللي اسنانهم وصلت لمرحله متقدمه، يا اما بتبقى اسنان متهالكه او فقد احد اسنانه الاماميه، او ان الاسنان كلها عباره عن حشوات كبيره. وقتها كل الحلول اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده مش هتكون مناسبه ليه، والحل المثالي له ان هو يغطي سطح السن بصوره كامله، يا اما بطربوش او بتلبيسات، بعد ما يعالج السن بصوره داخليه بالصوره المطلوبه والصوره الصحيحه.